بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم الناس الكل كيف من العادة في فيديو جديد وموضوع جديد. بيان سور حبيت نحكي شوية على المباراة متاع غدوة اللي باش تكون لو ماتش لو بلوز امبورطون بالنسبة للترجي التونسي. كيف سي لو بريميي اكزامان بوغ كاردوزو، نظرا للمباراة الأولانية اللي كانوا فيها زوز فرق تونسية. محسوب نجم نشوفوا نفس الطبقة متاع 90 دقيقة، معناها ما نشوفوا ايكيبا متفوقة على ايكيبا. انا نحكي سو لو بلان فيزيك متاع جوار يبدا عنده اكثر من شهرين اون بوز ما لعبش كورة، ما لعبش مقابلات رسمية. بالنسبة للمباراة هذيك شفنا فيها وجه جديد وشفنا فيها نظرة جديدة، شفنا فيها أفكار جديدة. دوبي معنا بيان سور بعد توقف أكثر من شهرين كلي جلوبالمون ترقى ما ترجع للنيفو متاعك الكونستون، ما تتفرج في النيفو متاعك بالكدا كنت واحد كلافة 4 ماتشات اللي يستانسوا جوارات بالنسق متاع المباريات من جديد. سورتو بلي سي بون ما عادش عندنا توا توقف كيما التوقف اللي صار. بالنسبة لمباراة الترجي التونسي مباراة الهلال باش تكون هي وبعدها بقدرة ربي كيف زاد مباريات البطولة باش يكونوا مباريات بالرسمي قدام منافسين الكل عندهم يقولوا في رواحهم بالنسبة للستاد كأول أدفرسير. بيان سور قدام جروب محترمة جدا، زادة حمزة الخضراوي، يوسف الصافي، بلال الماجري، هيثم الجويني، يوسف مارو، قدام ديزادفرسير من الآخر. ماكش اللي باش تعمل على نفس العقلية ونفس الجينيراسيون متاعنا في الكرة القديمة. أكل بونتو اللي ماركيتو تموت وتحيا فيه، هذاك اللي عايش 90 دقيقة كاملة. توا سي بون، توا المرحلة ذيك نحن فوتناها وتقدمناها بالنسبة للكرة. إذا كان تحب أنت تضمن الهدف متاعك تهاجم مش تدافع. دوبي ذاك هو الفريق المتكامل، الفريق القوي فاش تكمن القوة متاعه اللي هو حتى لو كان ماركة يقعد ديما مخوفك. يا دوبي بالنسبة لمباراة الهلال وبالنسبة مباراة الهلال والترجي التونسي بقدرة ربي غدوة، إن شاء الله مباراة تتعدى على خير. كيف في الملعب متاعنا قدام جمهورنا، بيان سور جمهور يعرف شنية القيمة اللي عنده، شنية الواجب اللي عنده. سورتو أقل غلطة ولا أقل شماريخ تتحل ولا أقل حاجة تنجم تصير تشوش شوية الملعب، أعرف باللي الكاف تستنى فينا في الدورة وهي أول واحدة. عنا ادفرسير لعبنا له في مباراة الذهاب، ويقول الناس الكلها تعرف شنية الأغلاط ولا شنية الحاجات اللي نحن عملناها وتسببنا فيها باش خسرنا بطريقة كيما هكاك. دوبي لو كان نحطوا ترجمة في التونسي سور تابل ونحط الهلال السوداني سور تابل رانا مش نربحوهم برك. المباراة متاعنا نقلعوها عن جدارة زاد. بيان سور من قلة الهجمات، من قلة الكونسنتراسيون متاعنا. دوبي ضيعنا برشا فرص قدام المرمى، على جناب، في بنين الهجمة، في صنعان الكورة اللي أغلبيتها 80% 90%، وقلت في فيديوهاتي الكل أعطي المريح المفتاح متاع الاسبيرونس وطيش القدام. مريح يتبرس عليه من زوز ولا كلافة جوارات سي بون، معناه ما عادش نجم ترجع في توسي تصنع لعب. وقال الكرة توصل على لافا زوز محمد أمين بن حميد وراد بوشنيبة، كروس صغيرة البوقرة وإلا حسام الدين غشة ويدخلوا لزرير والكرة تتبني كالعادة من لزرير. أما الكرة شفناها نحن تتبني من الوسط وتدخل الاسبيرونس من الوسط وتبني الهجمة متاعها، ما شفناهاش. دوبي عنا ياسر ما شفناهاش، هي والتشكيلة متاع ال4-4-2. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جلوبالمون بالنسبة للتشكيلة متاع الترجي التونسي كجروب كاملة حاضرة، يقول نجم نقول لك الترجي التونسي عندها ما تقول في روحها غدوة، تنجم تقلع الانتصار متاعها، تنجم تعطي أحسن ما عندها جوهرات على البنك، عندها جوهرات في التشكيلة الأساسية نجم يقدموا لك لفافا. بالنسبة للوسط حسناه كيف زاد نقطة ضعف بيان سور متاعنا في الوسط اللي هي بخلاف غير الشعلالي عن رجاء أولو، كيف زاد بوكيا. نجم نقولوا نحنا كزوز مراكز كزوز فقرات اللي نحن احتاجنا لهم من أول موسم. دوبي بالنسبة للرول متاع الجوار، بالنسبة التحرك وسط الميدان، بيان سور النظرة بالكدا والوجهة بالكدا اللي باش نحطوه الكردوزو قدام أدفرسير قوي. ربحنا مباراة الذهاب وعندنا مباراة مصيرية قدامه، يا نحن نربحوا يا هو يربح. دوبي نوعا ما باش تكون الوجه مخالف تماما المباراة متاع النجم في الساحلي. يظهر حتى مباراة التوالي نجم نقول لك هي بيدها والإدارة وجوارات يعرفوا حتى 40 ولا 50% اللي باش تكون نسبة الترشح متاعهم سامحوني ضئيلة. دوبي بالنسبة للمشاكل اللي قاعدة تعاني فيها النجم في الساحلي ماهيش بالدرجة الكبيرة اللي باش تلقاها أنت بنفس الموتيفاسيون اللي باش تلقاها عند فريق الهلال.
اللي بيان سور تحب ترشح وتحب تضمن الترشح متاعها وتحب تبني كأحسن عاملة باش تعديه السنة على المباراة اللي باش تعديها غدوة. اي دوبي بالنسبة للاختيارات، بالنسبة للوجه، بالنسبة للتكتيك، بالنسبة للخطة، غدوة بقدرة ربي نشوفو إيه جلوبالمون كجروب كاملة تنجم تقدم لفافا وتنجم تعطي أحسن ما عندها. هذا هو آخر فيديو، ما تنساوليش لايك والاشتراك، موعدنا إن شاء الله في الفيديو الجاي.